اللي قدامك ده اعلى سلم في العالم، واي حد بيطلع عليه بيكون خايف جدا وما بيجيبش اخر السلم. ولكن حصلت حاجه غريبه هنا في اخر الفيديو. كل اللي عايزه منك انك تشوف البنت دي بتكون خايفه ازاي وهي بتطلع. الولد والبنت اللي قدامك دول طلعوا على السلم وجابوا اخره وما كانوش خايفين خالص. انا لحد دلوقتي عايز اعرف السلم ده موجود في اي بلد. لو قدامك سلم زي ده هتطلعه ولا هتخاف؟ قول لي في كومنت. اللعبة اللي قدامك دي أغرب لعبة في العالم. في 2 من الشباب واقفين قصاد اللعبة دي، وكل واحد فيهم ماسك شاكوش وعمال يدق في اتجاه التاني. إيه الفكرة من كده أنا معرفش، ولكن الغريب هنا إن هم بيفضلوا على الحال ده لفترة طويلة جدا وما بيقفوش لحد ما واحد فيهم بيكسب. لو حد يعرف اسم اللعبة دي أو هي في أنهي بلد يقول لي في كومنت. الازاز اللي انت شايفه قدامك ده متوصل بشاشات، واي حد بيعدي عليه بيديله احساس ان هو بيتكسر، علشان وانت ماشي عليه تخاف وتمشي بالراحه. ولكن في ناس ما بتخافش، وكل الناس اللي عدت عليه فهموا القصد منه. وانا هنا من مكاني ما فهمتش ايه القصد من ان الكوبري ده يتعمل بالازاز. لو حد فيكم يعرف الكوبري ده معمول ليه يا ريت يقول لي في كومنت. البنت اللي قدامك دي بتطلع على لعبة خطيرة جدا. اللعبة دي انت بتطلع فوقها وبتفضل تهز لفترة طويلة جدا، وانت لو وقعت من عليها هتكون خسران. ولكن لو فضلت ثابت فوق اللعبة دي يبقى انت كده كسبت. بس كل اللي عايز اعرفه انت لو كسبت ممكن تكسب ايه؟ المفروض اي مكسب ما يكفيش المخاطرة بحياتك دي. لو عندك رأي تاني قول لي في كومنت. البنت اللي قدامك دي بتلعب لعبة خطيرة جدا، بترص حاجات زي الألوان على الأرض وبتفضل تعدي من بينهم واحدة واحدة. ولكن الغريب هنا إن هي متمكنة من اللي هي بتعمله، وفي ناس تحدوها إن هي تدخل قصادهم تحدي ويشوفوا مين اللي هيكسب، وهي فعلا دخلت التحدي وكسبت. وأنا معرفش اسم اللعبة دي إيه لحد دلوقتي. لو حد فيكم يعرف اسم اللعبة يقول لي في كومنت. اللي قدامك دي اغرب بلكونه طايره في العالم. العمال نفسهم لما بينظفوها بيكونوا خايفين جدا. تخيل بقى الناس اللي بيعدوا عليها بيكونوا خايفين ازاي. وفي عيله كامله كانت بتعدي من على البلكونه دي وكانوا هيموتوا حرفيا. تخيل بقى لو عديت انت من المكان ده هتخاف ولا لا؟ اللي قدامك دي رسامة عالمية جدا، والواحة بتتحط في أغلى المتاحف في العالم. وفي يوم من الأيام حبت تعمل رسمة وتهديها لواحد مجاني، وراحت لعند بيته ورسمتها. والرسمة دي دلوقتي تقدر ب$80 مليون. تخيل بقى لو قابلت الرسامة دي وجات لك لحد البيت ورسمت لك لوحة بالمبلغ ده كله، هتبيعها ولا هتسيبها على الحيطة؟ المكان اللي قدامك ده اغرب مكان في العالم. المكان ده بيعملوا فيه التلج اللي بيستخدموه في الشوارع، وانا لحد دلوقتي كنت مستغرب التلج ده والاحجام دي بيجيبوها منين، ودلوقتي عرفت بيجيبوها منين. ولكن العمال اللي بتشتغل في المكان ده صحتهم دايما بتكون في النازل. تخيل بقى لو انت اشتغلت مكان العمال دي ممكن تكمل في الشغل ده لمدة قد ايه؟ او لو اتعرض عليك الشغل ده هتوافق ولا لا؟ الراجل اللي قدامك ده جايب مكنه ليزر بترسم اي حاجه في العالم. والغريب هنا ان هو مش بيرسمها على ورق عادي، لا بيرسمها على ورق شجر. اول مره في حياتي اشوف رسم من النوع ده، وكل الناس من جميع انحاء العالم بتروح له علشان ترسم نفسها، وطبعا علشان يترسموا على ورق الشجر. وبعد ما بيخلص الرسمه بيحطها في برواز وبيسلمها للعميل. تخيل بقى لو انت وصلت لحد الراجل ده هترسم نفسك على ورقه شجر ولا ورقه عاديه؟ اللعبة اللي قدامك دي لعبة جميلة جدا، وفي مول في الصين عاملها علشان يفرح الأطفال. بيربط الطفل بحبل جامد جدا وبينزله وسط اللعبة دي، والطفل على قد ما بيشيل بيبقى مبروك عليه. ولكن الغريب هنا مش الأطفال بس بيلعبوها، الناس الكبيرة برضه شاركت في اللعبة دي. قول لي بقى لو انت قدامك اللعبة دي وانت كبير أو صغير هتشارك فيها ولا لأ؟